عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتوصلوا الفيديو ده 100 لايك، وتشتركوا في قناتي. طبعا انا نويت ان انا اتكلم برضو عن خدمة اجتماعية، عشان في ناس كتير قالين بيها قوي، اللي هو جماعة انتوا ايه دماغكوا دي فين؟ انا بجد بشوف كومنتات ناس غريبة قوي. واحدة تقول آداب علم اجتماع تطلعي منها ليسانس، انما خدمة اجتماعية دي معهد، المعهد ده تاخدي منه بكالوريوس. شفتي بقى؟ واحدة تانية بتغلط في واحدة وتقول لها انتي مجنونة، انتي كليتك دي بتعالج الجنان اللي شبهك، وانتي. اللي هو ايه ده بجد؟ طب ما احنا الجنان ده بيعالجكوا انتوا، شفتوا بقى؟ فالفكرة يا جماعة والله ما في حاجة اسمها كلية قليلة، وفي حاجة اسمها كلية قمة. يعني معلش، هي اللي دلوقتي في آداب علم اجتماعي وبتقول انتي خدمة اجتماعية دي بتطلعك معهد، وانما علم اجتماعي دي هتطلعك ليسانس، وانتي ما اتعلمتيش بقى يا شطورة ان خدمة اجتماعية هتطلعنا بكالوريوس. احنا خلينا معانا بكالوريوس، ما اتعلمتهاش انتي، ما خدتهاش. بصوا، انا ما بقللش من كلية حد، الكلية مش هي اللي هتخليك انسان قليل في البلد، لا، انت اللي هتكبر نفسك، انت اللي هتخلي نفسك قمة، مش الكلية اللي هتخلي نفسك قمة. انت اللي هتبين للمجتمع انت قد ايه وصلت وعملت. ممكن زي ما قلت لكم تعملوا ماجستير ودكتوراه وتخلوا نفسكم حاجة، لو الناس بتقلل من الكلية اللي انت فيها، بس ما فيش زي ما قلت لكم كلية اسمها كلية قمة. دي اول حاجة. طب خدمة اجتماعية بندرس ايه؟ قلت لكم حقوق، بندرس احصاء، بندرس اقتصاد، صحة نفسية، علم اجتماع زي ما قلت لكم، وعلم نفس، افراد، جماعة، مجتمع، تكوين برامج، نصوص اجنبية. سوري الصوت طبعا، انا مش عارفة اعمل لكم الفيديو، بس يعني نستحمل بعضينا. زي ما قلت لكم ان في اول سنتين بتبقى زيارة، عشان كده اسمها يعني ناخد بكالوريوس، عشان فيها مواد عملي ونظري. طب في حاجة بقى في سنة تالتة اسمها التدريب، هشرح لكم التدريب بقى دلوقتي بالكامل بنعمل فيه ايه. اول حاجة انت بتنزل تتدرب في مؤسسة، المؤسسة دي بيبقى ليها ميعاد، الميعاد ده ميعاد اللي انت بتروح فيه، وميعاد اللي انت بتخرج فيه من المؤسسة، تمام؟ البداية والنهاية. طب المؤسسة دي مثلا بتفتح الساعة 7:30، يبقى انت عليك ان انت تروح الساعة 7:30. طب بتقفل الساعة 1:30، يبقى انت عليك ان انت هتمشي منها الساعة 1:30، ايا كان المؤسسة ايه هي. طيب بتعمل ايه؟ انت بتروح الأخصائية بتاعتك بتديك مهام بتعملها في المؤسسة، ان انت تعمل ورق، ان انت مثلا تقف في الطابور، ترتب الطابور، ايا كان الاخصائيه بتاعتك هتديك ايه فانت بتعمله في مؤسستك. طيب بيجي لك برضو دكتور ده من الكليه، بيديك زي تكاليف دي بتبقى في السجلات بتعملها، بس طبعا مش لازم تتراكم عليك، عشان زي ما قلت لكم ان بيبقى فيه كل اسبوعين الدكتور بيجي، تمام؟ زي ما قلت لكم برضو لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا الدكتور بيجي وبيديكوا التكاليف وكل حاجه، وبتعملوا زي ما المدرسه بتقول لكم، اللي هي المشرفه بتاعتكم، مشرفه المدرسه اللي هي الاخصائيه، ومشرفه المعهد اللي هو دكتور المعهد. طيب طبعا زي ما قلت لكم بتعملوا اللي المشرفه بتقول عليه، وبتعملوا اللي الدكتور قال عليه، وطبعا ده بيبقى ليه درجات، لا شهاده التدريب لا قدر الله بتعيد السنه كلها. طيب احنا كده عرفنا ان ليه بداية ونهاية، اللي هو الميعاد الدخول المؤسسة وميعاد الخروج. طب ينفع نغيب من التدريب؟ لا قدر الله حصل لك ظرف انطار، تستأذن من الدكتور وبتستأذن من الأخصائية. طب انا عندي شغل، اعمل ايه؟ لا، دي بقى ملهاش حل، انت بتروح مع المشرفة بتاعتك، والمشرفة بتشوف انت هتعمل ايه، او انت طبعا مش لازم تحضر الشغل في الوقت ده، لان التدريب زي ما قلت لكم ده عليه درجات، الدرجة بتاعته يعني لو شلت فيه ده بتشيل السنة. طيب انا دلوقتي مش عارفة اختار ايه، مش عارفة اختار مؤسسة، مدرسة، ولا مستشفى، ولا طبعا هو هينزله ان شاء الله
اول ما يفتح لينك التدريب هينزل اذا كان الاداره بتاعتك فيها مدرسه او فيها مستشفى او لسه لحد دلوقتي ما نزلش حاجه. فزي ما قلت لكم ان التدريب ده حاجه شبه الزيارات، بس الزياره كنت بتروح مع الدكتور بتكتب كلام وبتمشي على طول، انما التدريب بتحضر في ميعاد حضور الطلاب وبتمشي لما الطلاب بيمشوا. ده لو كان في مدرسه. هو سهل، سهل جدا، ما تقلقوش منه. وبجد زي ما قلت لكم ان هو لطيف جدا وهتتبسطوا فيه قوي. بس فزي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها كليه قمه يا قمه. وعايزه اقول لكم حاجه برضو، القمه مش في الكليه، القمه في الدماغ. انت لو فعلا ذكي مش هتقول يعني خدمه اجتماعيه، تمام؟ فزي ما قلت لكم ما نقللش بكليه حد. كل واحد فينا، انا اختار التدريب حسب ايه؟ حسب مكان السكن بتاعك. انا دلوقتي ساكن في محرم بيه، هروح اختار مثلا التدريب في بحري؟ لا، اختار في محرم بيه. ليه بقى؟ عشان لا قدر الله لو في شتاء او في حاجه ما تتاخرش عن التدريب. بس كده. فانا حبيت اقول لكم ان بجد بجد سنه ثالثه حاجه هتكون خفيفه ان شاء الله عليكم، وموادها ان شاء الله هتكون خفيفه برضو عليكم. كليه خدمه اجتماعيه ماهيش كليه للجهله اللي بتقولوا عليها كليه الجهله، وماهيش برضو كليه للناس اللي ما بتفهمش وجابت مجموعه قليل في ثانويه عامه. نكتب في السجلات ايه؟ هو دكتور بيفهمك هتكتب في السجلات ايه. فما تقلقوش من حاجه خالص، وبجد كل حاجه هتبقى لطيفه معاكم وبس. ربنا معاكم ومعانا ومع الناس اللي لسه مش عارفه هتدخل كليه ايه. وبجد بجد الناس اللي هتدخل خدمه اجتماعيه فما تندموش. انا كنت بسمع زيكم ان دي كليه للجهله وي 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 وي، كنت داخلاها وزعلانه وي 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 وحاجات كتيره بجد. بس بجد بجد هي من الطف كليات جدا، والناس اللي فيها كويسين قوي. فانت اللي بايديك ان انت تحب مكانك، انت اللي بايدك ان انت تخلي نفسك حاجه يعني واو. بس فمحدش يزعل، وبجد بجد ربنا يوفقكم كلكم ايا كان دخلت كليه ايه. فزي ما قلت لكم مفيش كليه قمه، ما تزعلوش، مفيش حاجه اسمها ان دي كليه جهله. كتير مننا قبل ما يدخل خدمه اجتماعيه كان مخنوق وكان متضايق. سوري برضو الصوت، والله انا مش عارفه يعني اعمل ايه اكتر من كده. بس زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها ان دي كليه وحشه، بالعكس جدا هي من احسن والطف الكليات. ممكن ناس كثيره تريق على كلامي، بس بجد بجد انت اللي بايدك تحب الكليه اللي انت فيها، وانت اللي بايدك تعمل نفسك حاجه وانت في الكليه دي. بس اللي عايز يعرف اي حاجه عن كليه خدمه اجتماعيه يدخل يسالني، وانا ان شاء الله هفيده بيها. وان شاء الله كلنا ربنا هيوفقنا في حياتنا. بالعكس انت ما دخلتش خدمه اجتماعيه عشان دي كليه للجهله ولا حاجه خالص. ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه وانت تكون ايه بعديها. بس كده، باي، اشوفكم في فيديو جديد.